سنفرو هو أحد أعظم ملوك مصر القديمة ومؤسس الأسرة الرابعة، وقد شكل عهده بداية عصر جديد من الاستقرار والقوة والتطور العمراني. عرف سنفرو بحكمته وقدرته على إدارة الدولة، فعمل على دعم التجارة وتنشيط حملات التعدين وتعزيز العلاقات مع المناطق المجاورة، مما ساعد على ازدهار اقتصاد مصر واتساع نفوذها. لكن أعظم إنجازاته كانت في عالم البناء، إذ كان أول من طور شكل الهرم حتى وصل به إلى صورته الحقيقية التي نعرفها اليوم. شيد سنفرو 3 أهرامات عظيمة تظهر تطور الهندسة المصرية. أولها هرم ميدوم الذي بدأ كهرم مدرج، ثم حول إلى هرم كامل الشكل، مما يعكس مرحلة التجريب في البناء. ثم بنى الهرم المنحني بدهشور الذي يظهر فيه تغيير واضح في زاوية البناء، وهو دليل على محاولة المهندسين الوصول إلى الشكل المثالي. أما إنجازه الأكبر فكان الهرم الأحمر، أول هرم كامل حقيقي في تاريخ مصر، والذي يعد نموذجاً هندسياً مدهشاً بارتفاعه الكبير وتناسق جوانبه. كان سنفرو ملكاً محباً للبناء والفن، وقد ترك آثاراً ضخمة تظهر قوة الدولة في عهده، ويمثل عصره مرحلة فاصلة في تطور العمارة الملكية التي مهدت الطريق لبناء الهرم الأكبر على يد ابنه خوفو. لقد بقي اسم سنفرو رمزاً للإبداع والقوة، وواحداً من أعمدة الحضارة المصرية التي لا تزال تبهر العالم حتى اليوم. مسلة الملك رمسيس هي واحدة من أهم الآثار التي تجسد قوة الملوك الفراعنة وعظمتهم، وتعد مثالاً رائعاً لفن النحت المصري القديم. كانت المسلات تنحت من كتلة واحدة من الجرانيت الأحمر القادم من أسوان، وهو حجر شديد الصلابة يحتاج إلى مهارة هائلة لنحته وصقله، وهذا ما يكشف عن براعة المصريين وقدرتهم على التحكم في أصعب المواد الطبيعية. تعتبر مسلات رمسيس الثاني من أشهر المسلات في العالم، إذ نقش عليها اسمه وألقابه وانتصاراته، بالإضافة إلى أدعية وتقدمة للآلهة، خاصة إله رع. وكانت المسلة تقام عادة أمام المعابد الكبرى لتكون رمزاً للشمس وارتفاعها نحو السماء، ولتعكس قوة الملك وعلاقته المقدسة بالآلهة. إحدى أشهر هذه المسلات هي المسلة التي كانت في معبد الأقصر، والتي نقلت في القرن 19 إلى فرنسا، وما زالت قائمة في ساحة الكونكورد في باريس. أما المسلة الثانية التوأم لها فما زالت موجودة في الأقصر حتى اليوم، تقف شامخة أمام بوابة المعبد وتستقبل الشمس كل صباح، حاملة نقوش رمسيس التي تروي جزءاً من قوته وملكه. المسلات ليست مجرد أحجار ضخمة، بل هي رسائل أبدية من الفراعنة تعبر عن الإيمان والشخصية الملكية والإنجازات، وتبقى شاهداً على حضارة تميزت بالدقة والإبداع والقدرة على صنع آثار لا تزول مع الزمن. حتشبسوت هي واحدة من أعظم حكام مصر القديمة، وواحدة من القلائل الذين وصلوا لعرش مصر من النساء. تنتمي إلى الأسرة 18، وبدأت حياتها كأميرة، ثم أصبحت زوجة للملك تحتمس الثاني. بعد وفاته تولت الوصاية على تحتمس الثالث، لكنها سرعان ما أعلنت نفسها فرعوناً بكل الرموز والسلطات، وارتدت اللحية الملكية لتأكيد شرعيتها في الحكم. تميز عهد حتشبسوت بالسلام والازدهار، وازدهرت فيه التجارة والعمارة بشكل غير مسبوق. أشهر إنجازاتها هو معبدها الجنائزي في الدير البحري، الذي يعد من أجمل المعابد في مصر، بتصميمه الفريد المتدرج ونقوشه التي تحكي رحلاتها وإنجازاتها. كما قادت حملة تجارية شهيرة إلى بلاد بونت، وعادت منها ببخور وأخشاب ومعادن ثمينة عززت ثروة مصر وقوتها الاقتصادية. اهتمت حتشبسوت ببناء المعابد والتماثيل والأوباليسكس، وأضافت لمسيرة مصر الحضارية آثاراً خالدة ما زالت تبهر العالم. ورغم محاولة محو اسمها وصورها بعد وفاتها
بقيت آثارها خير شاهد على عظمتها وقدرتها على قيادة دولة قوية بحكمة ورؤية. حتشبسوت ليست مجرد ملكة، بل نموذج لامرأة كسرت القيود وصنعت لنفسها مكاناً بين أعظم حكام التاريخ.